كلية شبرا الخيمة. ايوه نقول لكم حاجه حلوه. كان في كنيسه ماري جرجس، وكانت عباره عن ايه؟ كان عباره عن 10 متر في 10 متر، وحواليهم كل ناحيه حقول. وكان ابويا وامي يحبوا يعترفوا عند ابونا يوسف الديري، كنت تسمعوا عنه. عارفين ابونا يوسف. كان ابو اعتراف البطرك برضه مسنود، لان البطرك بيقول كده لما تنيح ابونا يوسف قال كان ابو اعتراف. فعايز اقول برضه ابويا كان يحب يعترف عنده، فكان دايما نعتبرها فسحه. يعني كنا نازلين في اول شبر نفضل نروح عن هناك نصلي القداس، نطلع واحدين نعترف ونقعد معاه. فانا بقى فاكر يوم يعني يومين كان عندنا اوعى بتاع الواحد ده انا رحت القدس وانا عندي 4 سنين ونص، فواعي على الحاجات اللي شفتها. فاقول لكم الحاجه اللي كنت واعي عليها، انه ابونا يوسف بعد القداس يصلي يا اولاد تعالوا نصلي ربنا ونشرف على مرجرس البطل، عشان عايزين يهدوا الكنيسه، عشان يكملوا السور بتاع قصر محمد علي. لازم كان ملك فاروق كان عايز يكمل السور، وكان هو السور قصر محمد علي ده 3 اسوار، والرابع لازم يخش في الكنيسه. يبقى لازم يهد الكنيسه عشان يبقى هو الرابع ده. تعالوا نصلي تعالوا نصلي تعالوا نصلي. جه بقى ايه، انا فاكر بقى كده بقى ابونا واقف قال يا جماعه انا عارف من يوم ايه بقى، ممكن نرجع بالتاريخ، الكمبيوتر يجيب كل حاجه. يا جماعه خلاص امر الهد جالنا، هيدونا حته بدل ما يدوناش، انا ماليش دعوه بالكلام ده، تعالوا نصوم 3 ايام عشان ربنا يعرف شغله. كلنا صومنا ال3 ايام، اخر يوم كان يوم كام؟ كان يوم 23 يوليو. عباره عن ايه؟ ده عيد مش عيد، ده انقلاب البلد. ثورة يا ابونا. عليهم طردوه. ايوه 23 يوليو 52. والموضوع اتنسى. طيب اتنسى الموضوع كم سنه؟ من 52 لغايه 60 او اكتر، انا ما اعرف، ممكن ترجعوا للتاريخ. ال3 اضلاع والرابع مش موجود، بس بنت القاهره انا كنت نعدي وانا كان عندي حوالي بقى سنه 60 وكده، كان عندي كام؟ 18 سنه 19 17. كوم زباله ارتفاعه اكتر من 3 ادوار، كل عايزين يرمي وعشان ما يطلعش على الشارع بره يجي البلدوزر يلم. بقت مزبله القاهره. مثال عبد الناصر قال لك ايه ده؟ ايه القرف ده؟ لا طب لازم تتوضب، ما فيش ميزانيه سياده الرئيس. قال اديها لكليه الزراعه تشيل وتنظف. ادوها لكليه الزراعه. رجعت بالسور 50 متر ولا 60 متر، الشارع عرضه كام ابونا؟ معدي 50 متر. معدي 50 متر، وكملوا الدور الرابع وشالوا الزباله وعملوا كليه الزراعه. حقيقي. ايوه صح. يبقى عيد 23 يوم ده عباره عن ايه؟ ده عيد مرجرجس عشان عيد مرجرجس. لا ده عيد نصرة مرجرجس. طبعا. ده عيد النصر فعلا. مختص بمين العيد ده؟ بشبرا البلد. مختص بمين؟ بكنيسة مرجرجس. هي ايه دلوقتي؟ مطرانية شبرا الخيمة. مطرانية طولها كام دلوقتي؟ هي والبيوت بتاعتها في الشارع. طولها كام في الشارع بره؟ طولها كام في البيوت بتاعتها بالخدمات بكله، طولها كام تقريبا؟ لا ما اعرفش تقريبا. مش المطرانية مش كنيسة في النص. حوالي 50 عرض. ها؟ حوالي 50 في الشارع على الاسفلت. على الاسفلت 50. اتفضل كانت 10 في 10. يا ربنا طبعا ده عيد ده نوع عيد ده خاص بمرجرجس شبرا البلد. يا جميل. واحنا كنيسة انبر وش شبرا البلد. ما انتوا جنبيها بقى في نفس الحته. في نفس المنطقة بقى. تعيش يا ابونا. تعيش يا ابونا، يخليك لينا. تعيش يا ابونا. شكرا. ده عيد مرجرجس بتاعكم. حاضر نحتفل بيه يا ابونا. صحيح كلنا بنعيد بيه، لكن لا مرجرجس شبرا البلد. تعيش يا ابونا. تعيش يا ابونا. نزلوها دي في الفيسبوك يا ابونا بتاعتي. طبعا يا ابونا طبعا. الفيسبوك بتاعنا اسمه ايه؟ اسد مريوط. اسد مريوط. تعرفوه ده؟ عارفه طبعا. مش تقدر توصلها. اولاد مرمينا اسد مريوط باين حاجه كده. توصلها لهم. اوصلها لهم. ماشي. ما شاء الله.